حكيم غلال عبد القادر، طبيب جراح تاع الفك والوجه والتزيين والحنجره والوذنين. على كل حال كنت هنا راني مدة قول 40 عام، وروحت مدة للخارج ودرت تربص، وكنت نعمل في سبيطار المستشفى الجامعي تاع ليون وتاع غرونوبل، وكنت نخدم فاني خدمت كطبيب جراح في المغرب شحال من سنة، وخدمت في نوفير كطبيب جراح فاني تاع التخصيص. على كل حال وقبل كنت شاف دو سيرفيس في المستشفى الجامعي تاع وهران، وجيت هنا المعسكر استاليت، ولكن حبست ايامات، والان يسرني باش نبدا الخدمه هذه ونعاون اللي كاين عليه، ولكن نخدم بالرونديفو ما نخدمش هكذاك. هذا هو راني هنا في المعسكر الان، والرقم الهاتف راه باين نعطوه لكم. السلام عليكم ورحمه الله. هذا سكولات تاع مريض توفى الله يرحمه، وكان عندي ملي كنت استاذ في المستشفى الجامعي تاع وهران اللي باش نفهم التلاميذ تاع الفك والوجه والتزيين جراحتهم ولا كيسموها، باش المرضى من نديروا معاهم قبل العمليه نفهموا ما هي العمليه، وباش يكونوا عندهم يكونوا مطمئنين على كل حال. وهذه هي. وعلى كل حال انا قديم هنا في معسكر، ماشي قديم في معسكر في وهران معروف، وكنت اول جراح طبيب للفك والوجه والتزيين هنا في قول بالنسبه لي كاع في الجزائر. انا الاول اللي درت هذا التخصيص في الجامعي، الاستاذ في المستشفى الجامعي تاع وهران.